السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صابلي كيجي مقرمش هشيش، والشكل ديالو كيجي رائع كما كتشوفوا معايا. غادي نعمل فيه كراميل مغاير على الكراميل اللي شاركت معكم المره اللي دازت. كيجي غزال، كيجي معلك. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير ويعجبكم وتشاركوه مع لي زامي ديالكم. اذا في هذا الصابلي غادي نحتاجوا المقادير التاليه اللي غادي نحتاجوا فيها: 1 كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ساشي ديال خميره الحلويات، كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال السكر سنيده، كاس ونصف عفوا ديال السكر سنيده، 1 2 ديال البيضات. بالنسبه للزبده انا غادي نعمل هاد الايديال هذه خاص بالحلويات. عندنا ساشي ديال فلون كراميل، وعندنا باش غادي نزينو بالكراميل اللي صاوبته في الدار مع النكهه ديال الكراميل. دونك غادي ناخذوا ديك الزبده ديالنا، هي كتكون شويه قاصحه لان انا جبتها من الثلاجه. جبدوها نتوما على اتساع وخليوها حتى تطلق باش كتجيكم سهله. صافي انا غادي نحاول نقطعها بالموس هذا باش كتساعدني ملي كنبغي نمعكها مع السكر باش كتجينا سهله. صافي غادي نبدا نخدم الزبده ديالي حتى كتطلق مزيان مزيان. غادي نزيد عليها واحد قبيصه ديال الملح اللي هي ضروريه في اي حاجه كنستعملوها، ضروري من ديك القبيصه ديال الملح. صافي غادي نمعك مزيان الزبده ديالي حتى كترجع على شكل بوماد. من بعد غنبداو نضيفوا المكونات اللي باقيه. غادي نضيفوا داك الكاس ديال الزيت. ممكن الزيت انكم تزيدوا اكثر، ولكن كنفضل انكم تزيدوا فقط كاس، لان ممكن تزيدوا كاس حتى الكاس ونص ديال الزيت، ولكن من الاحسن لان مع الزبده ضروري انكم تزيدوا غير داك الكاس. صافي كنضيف 2 ديال البيضات. كنستمر في تحرك هكا بيديا. كنزيدوا داك الكيس ديال الفلون كراميل مع النكهه ديال الكراميل. بالنسبه للنكهه ممكن تزيدوا اكثر، تضيفوا اكثر من معلقه كبيره. انا هذا الشيء اللي كان بقى ليا هو اللي عملت. صافي وكنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. الصابلي ديالكم ما تقصحوش باش كيجيكم هشيش. ممكن تزيدوا معاه مايزينا نشا. انا اكتفيت فقط غير بالفلون باش كنسم وصافي والدقيق. صافي زدت ديك الخميره اللي عندي ديال الحلويات. صافي غنجمع مزيان العجين ديالي حتى كيعطينا داك القوام اللي بغيت. كنأكد انكم ما تكتروش الطحين، لان الطحين كيبقى دائما على حسب النوعيه ديالو. حاولوا انكم ما تدخلوش بزاف ديال الطحين، وبقاو عينكم ميزانكم حتى يجيكم يبقى لكم داك الصابلي ديالكم شويه شويه خفيف، يعني ما تقصحوش بزاف. صافي انا غنحاول نعملو هنايا في فوق البوطاجي باش كيسهل عليا في الخدمه. غادي نجمع مزيان حتى ما كيبقى ليش داك الطحين ونكمل معكم. دوزو باش نطلقوا الصابلي ديالنا. كنستعن هنايا بهاد ورق الطبخ او البابي كويسون باش كيسهل عليا. صافي غادي نبدا نطلق العجين ديالي. بالنسبه للتشكيل كتشكلوه على حسب اللي بغيتو نتوما. انا غادي نشكلو بهاد القطعه هادي. صافي غادي نشكل باش غادي نلصقهم وحده على وحده، المهم بهذا الشكل هذا. غادي نبدا نستف العجين ديالي في لاطه اللي غادي ندخلها الفرن. صافي غادي بالنسبه للفرن درجه الحراره 150. كتشعلوا عليه من تحت حتى كياخذ داك اللون مذهب، يعني ما تحمروش الصابلي ديالكم بزاف. ونرجع معكم باش نكملوا. الصابلي ديالي كيوجد، هذا هو اللون ديالو اللي راكم عارفين الصابلي ما كيبغيش يتحمر بزاف. دونك صافي ها هو وجد لي. غادي نبدا دابا نلصقو. بالنسبه للكراميل ان شاء الله نشارك معكم هذه الطريقه هذه، كيجي رائع ولذيذ هذا الكراميل. طريقه سهله ومغايره. صافي غادي نبدا نلصق الصابلي ديالي. من بعد غادي نبدا نزينو هكا بعقيقات. مهم كيبقى تزيين فقط، مجرد فكره كنشاركها معكم.
صافي أنا غادي نكمّل التزيين ديال هذا الصابلي ديالي عفوًا، ونرجع معاكم باش نشوفوا الشكل ديالو النهائي.